السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. طبعا انتوا عرفتوا من غير ما اتكلم انا هعمل ايه. هعمل شوية مسقعة. طبعا لقيت الباذنجان قليل، نص كيلو. نص كيلو جميل، بس انا مكتره الفلفل عشان انا كنت جايباه اساسا للمسقعة. هنا نص كيلو بدنجان قطعته، حطيت عليه ملح علشان ينزل الميه بتاعته. هنا شويه فلفل صغيرين حار. تمام. هنا فلفل رومي يبقى جميل في مسقعه. هنا يعني حوالي 5 فصوص كده توم كبار دقيتهم. هنا بطاطس. مش من طبعي ان انا احط في المسقعه بطاطس، بس لقيت البتنجان قليل فخرطت شويه بطاطس من اللي هي الصغيره دي. حبه خل بحطهم على الطومه ان شاء الله لما تصفر كده. طماطم ضربتها صفيتها. اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب حله واقلي فيها التومه. وبعدين ناسف يا جماعه للازعاج، في دوشه فوق. يوم الخميس بيبقى في دوشه عند جيراننا اللي فوق، فسامحوني يعني. حطيت التومه بتاعتنا. تمام. هتصفر نحط عليها شويه الخل، وطبعا هنا الزيت. احط الاول البطاطس احمرها قبل الباذنجان والفلفل طبعا. خليكم معانا ولكن ادفعوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. حطيت طماطم وحطيت هنا البطاطس تتقلي. تمام. وبعد كده احط الباذنجان واحط الفلفل. الطماطم بتستبك اهي. ما حطيتش ملح كتير عشان انا كنت حاطه شويه ملح على ايه الباذنجان عشان ينزل ميه. خلاص قربت اهي تتسبك. يلا نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. احط لها كوبايه ميه واحده، وبعدين نسقط فيها بعد ما تغلي الباذنجان والفلفل والبطاطس. هنا البطاطس، فلفل، الباذنجان. أكلة جميلة وأكلة شعبية بيحبها يعني كتير كتير من المصريين يحبوها. وكمان بقى لما ما شاء الله بتبقى جميلة ناكلها جنب الفول. ممكن تعمليها جنب الكشري، ممكن تعمليها جنب المكرونة. جميلة جدا. المية هتغلي واحط بقى دول ايه يغلوا غلوة واحدة مع الصلصة، وبندفع عليها. بيكون خلاص على كده. كده احط بقى ايه البتنجان والفلفل والبطاطس ان شاء الله. خليكم معانا. شايفين الالوان ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كمان لما تغلي هتبقى يا جمالها. انا ما حطيتش ملح لغايه لما تغلي ببعضيها كده. نشوف الملح اخباره ايه، علشان انا حطيت ملح يعني بسيط جدا لان الباذنجان كان مرشوش على ملح. ماشي حلوين. انا بحب ايه يعني اسيب الجلد بتاع الاسود الخارجي ده بتاع الباذنجانه عشان تمسك الباذنجانه شويه، لان الباذنجان اول ما بتحط في الدمعه بيتهري من غير القشره السوداء دي. وكمان بجد الفيتامين عالي فيها لما تسيب القشره. مش كل القشره بشيل منها، بخلي بس حاجات بسيطه كده وانا بقشر الباذنجان. وخلصت المسقعه الجميله. اصل هي مش غدا يا جماعه ولا عشاء، لا ده فطار وغدا وعشاء من جمالها. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا جميلة. لا والطعم خطير من جدا جدا جدا. مش حاطه عيش ولا حاجة، لا شوية كده وهاكل عشان انا شبعانة. دي بقى عايزة بقى مشنة عيش. مشنة، عارفين مشنة بتاعت الفلاحين والصعايدة حبايبنا. حطوا فيها كده عيش كتير بقى كده مخبوز وجميل. وكمان انا بقى بحب المسقعة بالعيش البايت. سبحان الله. ايه رأيكم؟ يلا عايزين ندعي كتير اخواننا واخواتنا اللي عايشين واللي ربنا اصطفاهم يكونوا في اعلى الجنان من الشهداء باذن الله، واللي اتدفنوا كلهم كده جماعه ندعي لهم كلهم.
ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عجبكم الطبق ده يا جماعة حطوا لايك وشير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. إلى الملتقى إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.